السلام عليكم على كل اللي بيشوفوني، واهلا بمتابعين مطبخ ندى. زي ما انتم شايفين كده بغرق السجاد ميه، هنعوم النهارده. ناس كتير قوي بدات خلاص تغسل السجاد عشان العفره والشتاء خلاص، يعني بتقول باي باي. وتجهيزات بقى بننضف الشقه قبل رمضان عشان عزومات رمضان. لازم الشقه طبعا تبقى نظيفه علشان الناس اللي بتيجي عندك من السنه للسنه. غير كده طبيعي احنا بنغسل السجاد، وفي فيديوهات كتير قوي منتشره لاكتر من طريقه لغسيل السجاد. انا بقى المره دي هغسله بولا طريقه من اللي انتوا شفتوها. يعني انا شفت فيديو بتغسل بغطا الحله، فيديو تاني بتغسل بعصاره البرتقال، فيديو تاني بتغسل بوله شوربه. وفي كل الفيديوهات بيقولوا ان دي الطريقه اللي بتنظف السجاد. احنا متعودين ان احنا بنغسله بفرشه البلاط، فانا هجرب الغطا الحله وهجرب البوله لاني ما عنديش بصراحه عصاره برتقال فمش عارفه اجربها، وهشوف فعلا اذا كانوا بينضفوا ولا لا. لو ما نضفوش هوريكم بقى طريقتي انا في غسيل السجاد وازاي السجاد بتاعك يبقى زي الفل. انا كل اللي بعمله دلوقتي ان انا بغرق السجاد ميه قبل ما احط عليه الميه ام كلور واريال، علشان بعمله زي عمليه بواشان كده. تابعوا الفيديو الاخر وشوفوني هغسل السجاد ازاي. ده جردل الميه حطيت فيه كلور واريال. دلوقتي بقى هنغسل مع بعض السجاد. دلوقتي هنجرب بغطا الحله. تمام اهو. مش عارفه يعني هي دي بتنضف ايه؟ هي كل اللي بتعمله انها بتبعد الميه عن السجاد. لا دي فاشله. دلوقتي بقى هنجرب البوله. مبدئيا هي البوله ناجحه اكتر من غطا الحله، يعني هي فعلا بتنضف. بس نخلي بالنا لو غسلنا ببوله ان هي تتكسر في ايدينا. طيب كده جربت معاكم غطا الحله وجربت البوله، اوريكم بقى طريقتي انا في غسيل السجاد. بس البوله ناجحه بس مش في السجاد الوسخ قوي. تمام. دلوقتي بقى هغسل بدي، يعني دي موجوده في كل بيت. دي بصراحه بتخلي السجاد فله ملوش حل، مفيش حد بيغسل دلوقتي عمالين يطلعوا افتكاسات لغسيل السجاد. بصوا متهيألي واضح المنظر. وكده بعد ما دعكت السجاده زي ما انتم شايفين هشطفها دلوقتي. بصوا كل التراب وكل الطينه اللي فيها طلعت. انا ما رضيتش امسح الارض عشان اوريكم قد ايه الفرشه بتنظف. موضوع البوله ينفع في السجاد اللي هو السجاد التركي اللي فيه شرشره دي، هو ده بس اللي ينفع فيه موضوع البوله لانه ما يستحملش الفرشه. ودلوقتي بقى هنستعين بالاخت ندى، انا هدلق لها بميه بالخرطوم وهي هتشد بالمساحه. يلا يا ندى. بصوا السجاده بقى شكلها عامل ازاي. تعالي من هنا كده يا ندى. السجاد بقى زي الفل بجد. طريقه الفرشه اضمن طريقه للسجاد، لكن البوله تنفع زي ما قلت لكم في السجاد التركي لان هو ما يستحملش الفرشه.
نشطفها، بنشطف جزء من الوش وبعد كده نقلبها ونقوم شاطفين الظهر. لازم نشطف الظهر لان طبعا هي هتلف على بعضها، فالظهر ما يوسخليش الوش اللي هيلف عليه. واقوم شاطفه تاني الوش وارجع اقلب. وكده بعد ما شطفت السجاد وصفيته رفعته على البسطه قدام الشقق، لاني ما عنديش بلكونه، انا عندي شباك الموتيل فما بعرفش انشر فيه السجاد، وخصوصا ان السجاده كبيره زي ما انتم شايفين. زي ما شفتوا طريقه غطا الحله فاشله 100%، ما بتنضفش السجاد ابدا، استحاله تنضف اساسا سجاده، كل اللي بتعمله انها بتبعد الميه عن السجاد. طريقه البوله تنفع زي ما قلت لكم للسجاد التركي، لكن مش السجاد اللي هو العادي بتاعنا ده، ما بتنضفوش ابدا، وكمان وارد ان هي تتكسر في ايديكي وانت ضاغطه عليها وبتدعكي السجاد. فكده البوله للسجاد التركي اللي هو فيه الشعر ده عشان ما بيستحملش الفرشه. ودي كانت طريقتي في غسيل السجاد بفرشه البلاط. طبعا كل الناس اللي هي بتغسل السجاد عارفه ان مفيش اكتر حاجه تنظف السجاد هي فرشه البلاط. اتمنى ان طريقتي تعجبكم، مستنيه رايكم فيها في كومنتات تحت الفيديو، وما تنسوش لما تعجبكم تعملوا لايك وشير للفيديو، وعشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ ندى ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدوسوا على علامة الجرس، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي.